غيابات فريق نفط ميسان. يغيب حسين عامر، ويغيب كوكو، ويغيب صامويل باها. هذه الغيابات. ايضا يغيب حسين عامر وكوكو وصامويل باها. بانتظار صافرة بداية أحداث شوط المباراة الأول ما بين نفط ومضيفة نفط ميسان، وأول مباراة تحت قيادة المدرب الجديد عباس عبيد، المحطة الثانية للمدرب عباس عبيد مع نفط ميسان. سبق وأنقاذهم موسم 2015 في 8 مباريات. هذه التشكيلة، وبانتظار ركلة البداية. النفط قادم من تعادل أمام الميناء، ونفط ميسان من فوز على الحدود بهدفين مقابل هدف واحد تحت قيادة المدرب المساعد محمد علي كريم. تبدأ أحداث شوط المباراة الأول. كرة ملعوبة، تبعد الكرة من جديد وسط الملعب، هجمة علي رحيم، وهناك صافرة وركلة حرة لمصلحة نادي نفط ميسان. نادي نفط ميسان لعب 16 مباراة لم يحقق الفوز إلا في 5. آخر فوز حققه كان على القاسم بثلاثية نظيفة، وبعدها ب8 مباريات تعادل في 4 وهزم في 4، وحقق فوز أخير على الحدود بهدفين مقابل هدف واحد. 16 مباراة، الفوز في 5، التعادل في 7، الخسارة في 4 أمام الأمانة وأمام الكهرباء والجوية ودوق. سجل لاعبوه 18 هدف، وعنقت شباكهم 14 كرة، ومن النقاط حصدوا 22 نقطة. هناك على الطرف الآخر فريق نادي النفط لعب 16 مباراة، فاز في 5، تعادل في 8، خسر هذا الموسم 3 مباريات فقط أمام الحدود والأمانة ونوروز، إلى 19 هدف على 15 هدف، نقاطه 23. آخر مباراة عادل بها الميناء بهدف واحد. رمية تماس، أحمد عبد الرضا على التنفيذ، يلعب رمية التماس، ترتد الكرة من أكرم رحيم، مقطوعة مرة أخرى من دفاعات فريق نادي النفط. أقرب إليها اللاعب حسين مطر، يلعبها حسين عباس، حركة لعب جميلة، يتخلص من لاعب الكرة لاعب عمار غالب. عمار غالب يحاول، ويبدو هناك خطأ وصافرة من الحكم المتمركز بشكل سليم، حكمنا الدولي الدكتور واثق محمد، دولي من عام 2012، بدأ التحكيم عام 2001، قاد مباراة كربلاء والفرات، 13 مباراة هذا الموسم، 67 بطاقة صفراء، 3 حمراء و6 ركلات جزاء. قاد مباراة النجف مع نفط ميسان، وقاد مباراة الجوية مع نفط ميسان، وقاد مباراة واحدة للنفط أمام الطلبة. علي رحيم على التنفيذ، عالية ملعوبة الكرة، بالرأس تلعب، محاولة مرة أخرى عمار غالب، وإلى ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط ميسان. ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط ميسان. هذا هو الحارس اليوم أمجد رحيم، حارس نوروز السابق. 3 دقائق من عمر المواجهة، يبقى التعادل قائم مبكرا. أجواء جميلة، ولكن حضور جماهيري بائس رغم أنه اليوم عطلة، يوم جمعة. بعض الأحيان النتائج تلعب دور للفريق المضيف. كرة مقطوعة، أقرب لسجاد محمد، كرة اللعب من حسين مطر، محاولة من الجهة البعيدة إلى جعفر ناصر، جعفر، سجاد، سجاد إلى جعفر مرة أخرى، يعيد الكرة إلى الخلف، حسين، وسط الملعب، سجاد مرة أخرى، وين مرت إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لمصلحة نادي النفط. على التنفيذ اللاعب كرار رزاق، لاعب من شباب النادي.
كرار لاعب فريق النفط بطريقة 3-4-3، يعني دافع الظهيرين إلى الوسط ولاعب بثلاثة مهاجمين اللي هم عمار غالب وأوكيكي ووليد كريم. كرة ملعوبة مرة أخرى، أوكيكي رمية تماس لمصلحة نادي نفط ميسان. هذا هو سجاد محمد. ركلة حرة لمصلحة نفط ميسان، تعود لحارس المرمى أمجد رحيم، يلعبها إلى علي حسين حبيب لاعب زاخو السابق. تعود الكرة إلى رامي الوسماني، رامي يحاول يمر، تنقطع من علي رحيم بالخطأ، تذهب إلى علي لطيف، ملعوبة بالمنتصف الكرة. حيدر عبد الرحيم، ترتد الكرة من جديد، محاولة عمار غالب، عمار مباراة سريعة من البداية، عمار غالب يحاول يمر، عمار يعيد الكرة إلى الخلف إلى حسين عباس، حسين عباس يعيد الكرة إلى علي رحيم، مقطوعة برا الملعب من حيدر عبد الرحيم إلى رمية تماس لمصلحة نادي النفط. رمية تماس هذا بالصورة علي لطيف، علي رحيم يتركها إلى أحمد عبد الرضا، لاعب من لاعبي نادي نفط ميسان، بالسلامة إن شاء الله. محمد علي كريم المدرب الخلوق المثابر اللي كان مساعد لهيثم شبول، أهدى الفوز لهيثم شبول بعد معاناة من عدم الفوز في مباراة عسيرة، لكن تمكن تحت قيادته أن يفوز على الحدود 2-1. عادلوا مع نفط الوسط 0-0، مع زاخو 0-0، مع نوروز 2-2، خسروا من الكهرباء بهدف، عادلوا أربيل بهدف، خسروا تعادلوا مع الكرخ سلبا، خسروا الخسارة الأكبر من الجوية 0-4، من توك 0-3، وبالتالي حقق محمد علي كريم فوز على الحدود بهدفين مقابل هدف واحد. شباكهم كانت نظيفة في 8 مباريات، وفي 8 مباريات لم يسجل الفريق في حين سجل في 8 مباريات أخرى. فريق نادي النفط بدأ المشوار بعد التعادل مع أربيل بهدف، فاز على الطلبة 2-1، خسر من الحدود 0-2، فتعادل الكهرباء 2-2، عادل الكرخ بهدفين، فاز على الشرطة بهدف، تغلب على كربلاء 2-0، خسر من الأمانة بهدف، عادل دهوك سلبا، عادل زاخو سلبا، خسر من نوروز 1-3، وعادل الزوراء بهدف، فاز على النجف بهدفين لهدف، وحقق فوز كبير على نفط الوسط برباعية، وعادل نفط الوسط البصرة سلبا، وعادل الميناء بهدف واحد. المسؤول الروحي أبو شوقي لهذا النادي، أعتقد ظروفه الصحية قد لا تسمح له بالسفر لمسافات بعيدة، أكيد متبسمر على الشاشة ويتابع هذه المباراة، نتمنى له الصحة والعافية. كرة تعود للخلف، أوكبوزو، كرار رزاق، سامسون، تنقطع بالمنتصف من اللاعب معروف يوسف، ترتد الكرة وسط الملعب، إيزيجيل إلى الجانب، محاولة جعفر ناصر، بينية ملعوبة الكرة، طالت مقطوعة من سامسون برا الملعب لرمية تماس لمصلحة نادي نفط ميسان. من نتائج مباريات هذا الأسبوع، نوروز يعادل الشرطة بهدف، أربيل يتغلب على أمانة بغداد 4-1، الميناء يتغلب على دوك بهدفين، والطلبة يخسر من الحدود بهدف. الآن في نفس الوقت مباراة الكرخ والنجف، وأمامكم نفط ميسان. النفط ستعقبها مباراة القوة الجوية ونفط البصرة. القاسم عند 7:30 يواجه كربلاء، والكهرباء سيواجه نفط الوسط في آخر مباريات اليوم، وغدا مباراة واحد الزاخو مع الزوراء. آخر مواجهة جمعت الناديين انتهت بفوز نفط ميسان 2-1. في الموسم الماضي ذهابا فاز نفط ميسان أيضا، الموسم الماضي لم يتمكن النفط من الفوز على نفط ميسان.
الاخطاء 3-1، ركله حره لمصلحه نادي النفط ميسان وبالسلامه للاعب اليمني رامي الوسماني، وكره خطيره عاليه برا الملعب، خطره كانت، كره تعلو العارضه الى ركله مرمى لمصلحه نادي النفط. اول تهديد مباشر على مرمى نادي النفط، اول تهديد من اللاعب اكرم رحيم، واحد من لاعبي النادي من الشباب. شوف الكره تهيئت، شوف ماكو ضغط على حامل الكره، 3 لاعبين من النفط ما ضاغطين على اللاعب ولعب بحريته، كره على العارضه، كره مقطوعه من علي لطيف برا الملعب، لا رميه تماس لمصلحه نادي النفط. ما زال فريق القوى الجويه في صداره الترتيب ب40 نقطه، ما زالت ال3 نقاط مع القاسم متعلقه لحد الان. الكره ملعوبه بالراس، ملعوبه من معروف يوسف، ترتد الكره لا خارج ملعب، لا رميه تماس لمصلحه نادي نفط ميسان. كره تشتت وسط الملعب، جعفر ناصر، أكرم، حسين مطر، كرار إلى حارس المرمى مصطفى طارق، يبعثها بقدمه وسط الملعب، الكرة إلى إيزيجيل كمارا، ويبدو هناك صافرة وخطأ ضد النيجيري إيزيجيل كمارا، قادم من نادي باندا النيجيري. 10 دقائق من عمر المواجهة، نلعب بالدقيقة 11 الآن. التعادل ما زال سيد الموقف سلبا ما بين نفط ميسان وضيف النفط. ركلة حرة لمصلحة نادي نفط ميسان، جعفر ناصر على التنفيذ، أيضا واحد من لاعبي شباب النادي، يلعبها عالية داخل منطقة الجزاء بالرأس برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. عموما المباراة بعد 11 دقيقة رغم سرعة الأداء ما بين الفريقين وتبادل التواجد في منطقتي جزاء الفريقين، لكن لحد الآن نفط ميسان هو أكثر استحواذ، أكثر انتشار، أكثر تواجد في منطقة نادي النفط، عكس نادي النفط لحد الآن لم يخطر مرمى نادي نفط ميسان. استحواذ واضح لنفط ميسان، كرة من مصطفى طارق، يلعب الكرة، تعود الكرة من علي لطيف، تذهب الكرة وسط الملعب من اللاعب سجاد جبار، تعود من أكرم، يلعبها حسين مطر، تعود الكرة إلى عمار غالب، تذهب إلى أوكيكي ممكن يحول، أوكيكي يلعبها بعيدة مرت إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط ميسان. هذا هو اللاعب وليد كريم قادم النفط الوسط، مواسم عديدة مع نادي النفط، النادي اللي أنجب العديد من اللاعبين ورفد المنتخبات الوطنية بالعديد من النجوم. كرة ملعوبة، أمجد رحيم، تعود الكرة مرة أخرى، تذهب الكرة إلى سجاد جبار، جعفر ناصر من الجهة البعيدة يهيئها إلى سجاد محمد، سجاد ممكن يحول عرضية مقطوعة إلى ركنية لمصلحة نفط ميسان، ركنية وبالسلامة للاعب الشاب كرار رزاق، واحد من اللاعبين الشباب بالنادي، كرار رزاق بالسلامة إن شاء الله، ارتطمت به الكرة وركنية لمصلحة نادي نفط ميسان. باسم قاسم اللي يقود النفط، 39 محطة تدريبية لهذا المدرب، والرابع محطة إلى مع النفط. ركنية الآن تلعب، محاولة حي جعفر بالرأس، تبعد الكرة مرة أخرى، علي لطيف، خطرة هذه عالية مرت بسلام وأمان على مرمى النفط. 4 محطات للمدرب باسم قاسم مع النفط، 13 14 و19 21 22
وأخيرا المنقذ في آخر 8 مباريات الموسم الماضي عندما كان الوضع حرج بالنسبة لنادي النفط. 39 محطة، شارك في كأس العالم مع بورغواي والمكسيك، كان بديل لعدنان درجال اللي أصيب. إيزيجيل، سامسون، مصطفى طارق، بالرأس ملعوبة ترتد من حسين، وسط الملعب الكرة عند اللاعب معروف يوسف، أوكيكي، حسين عباس، طويلة الكرة مقطوعة من أمام عمار غالب إلى خارج ملعب رمية تماس لمصلحة نادي النفط. ألف سلامة لليمني رامي الوسماني اللي تعرض لإصابة إن شاء الله تكون طفيفة. كرة لإيزيجيل إلى أحمد عبد الرضا، أوغبوزو القادم من القوة الجوية، سامسون النيجيري القادم من نفط الوسط، تلعب الكرة طويلة إلى حسين عباس، تبعد الكرة من رامي، تعود الكرة لأحمد عبد الرضا، مرة أخرى لعمار غالب، عمار الوافد من الشرطة، تعود الكرة لزيجيل، يهيئها إلى علي رحيم، علي رحيم إلى أحمد عبد الرضا، أحمد يلعب الكرة مرة أخرى تبعد من رامي بالخطأ، محاولة علي حسين، تشتت الكرة من اللاعب سجاد محمد، تعود الكرة إلى سامسون، سامسون عالية، مرت الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لمصلحة نادي نفط ميسان، سجاد محمد، حسين مطر، علي حسين حبيب، رامي الوسماني، مرة أخرى لرامي، أيضا نفط الوسط لاعب ب5 مدافعين تقريبا، دافع الظهيرين رامي وسجاد محمد إلى الأمام، والعمق عنده 3 مدافعين، سواليو وحسين مطر وعلي حسين حبيب. لعب طريقة 5-4-1 تقريبا. أمجد رحيم، 16 دقيقة من عمر المواجهة، يبقى التعادل قائم ما بين نفط الوسط وضيف النفط، دربي نفطي. آخر 3 مباريات لنفط ميسان، خسر مباراتين وفاز في واحد، وآخر مواجهتين النفط لم يفز، تعادل مع نفط البصرة سلبا ومع الميناء بهدف. كرة تلعب إيزيجيل، ترتد رامي، إيزيجيل، إيزيجيل مرة أخرى، عمار، علي رحيم، محاولة مقطوعة الكرة، سامسون، أداء الفريقين محصور وسط الملعب، لم نشهد إلا كرة واحدة من أكرم رحيم، حسين عباس، أحمد عبد الرضا إلى علي رحيم، علي سامسون، شوف اندفعوا الظهيرين، يلعبها طويلة، أوكيكي، ترتد الكرة، أقرب لها معروف يوسف، سجاد محمد، سجاد يلعب الكرة برا ما خرجت، معروف، تعود الكرة، تذهب الكرة إلى إيزيجيل، إيزيجيل يحاول ممكن يسدد أو هذا أوكيكي، ترتد من أمام الكرة، تعود إلى سامسون يلعب الكرة، تعود مرة أخرى لا إيزيجيل هي إلى أحمد عبد الرضا، يبدو هناك لاعب متعرض للإصابة. آخر مباراة قادها هذا الحكم الشرطة والكهرباء. بدينا نشوف اكو جمهور يتواجد في ملعب المباراة. بالسلامة لحسين مطر، 4 مواسم مع نادي نفط ميسان. طبعا عباس عبيد يساعده حبيب جعفر ودكتور ضياء سالم وابراهيم سالم للحراس واحمد قراح التونسي للياقة.
بالسلامة لحسين مطر في آخر 5 مباريات للنفط، لم يفز إلا في مباراتين على النجف وعلى نفط الوسط، وخسر من نوروز وتعادل مع نفط البصرة والميناء. 9 مباريات يخوضها خارج أرضه، المباراة التاسعة للنفط خارج ملعبه. دخلنا الدقيقة 20 من عمر المباراة، يبقى التعادل سلبا. بالسلامة لحسين مطر، يتلقى العلاج خارج الملعب، لا يمكن أن يعود إلا أن تستأنف المباراة. الحكم راح يعمل إسقاط كرة لأن أوقف المباراة. إلى علي رحيم، الآن ممكن أن يعود حسين مطر بعد أن استأنفت المباراة. حسين عباس، إيزيجيل قصيرة ترتد من علي لطيف. سجاد جبار، سجاد وسط الملعب، جعفر ناصر، سجاد محمد من الجهة البعيدة، سجاد كرة إلى أكرم، طويلة من أكرم ومحاولة، وأقرب لها مصطفى طارق حارس المرمى. يعتمدون دائما فريق نفط ميسان على الكرات الطويلة من العمق. كرار رزاق، علي رحيم، كرار سامسون، وزقيل، أحمد عبد الرضا، علي. أداء بدأ يتراجع من الفريقين. 20 دقيقة. علي رحيم يعيدها إلى مصطفى طارق حارس المرمى. غياب علي ياسين اليوم بسبب الإصابة مع حسين طارق، مع حيدر حسين اللي سجل في المباراة السابقة، ومع جوزيف، ومع عمار غالب أيضا. اليوم حسن داخل يعود من الإصابة على الدكة. رمية تماس لمصلحة نادي نفط ميسان. رمية تماس من سجاد برا الملعب، لا رمية تماس. سجاد محمد على التنفيذ. هذا هو عباس عبيد، وبالمناسبة عباس عبيد 7 وإنقاذ النفط عام 2013. وهذه المرة الثانية اللي يقود بها نفط ميسان بعد أن قاد في 8 مباريات. كرة محاولة خطيرة، جول! الله، ضاعت فرصة ثمينة على فريق نادي نفط ميسان عن طريق سجاد جبار. سجاد جبار كاد أن يسجل أول أهداف المباراة، شوف توغل، وبالتالي مرت بأمان وسلام على مرمى نادي النفط. رمية تماس. كرار، إيزيجيل، سامسون، أحمد عبد الرضا بدون تركيز. إيزيجيل يبعدها على حسين حبيب. رامي، طويلة من رامي. أحمد إلى خارج الملعب، إلى رمية تماس لمصلحة نادي نفط ميسان. تلعب رمية التماس. سجاد، أكرم، رامي بالخطأ. إيزيجيل تعود إلى معروف. محاولة سجاد تنقطع من أمام الكرة إلى عمار غالب. عمار يلعبها إلى إيزيجيل. إيزيجيل إلى سامسون. كرار رزاق. وليد كرار. أوكيكي تنقطع من أمام الكرة. إيزيجيل. عمار غالب مقطوعة من علي حسين حبيب بالرأس من سجاد.
أقرب لها اللاعب أكرم، يعيد الكرة إلى الخلف إلى رامي الوسماني، رامي إلى حارس المرمى أمجد رحيم. أمجد منتصف شوط المباراة الأول تقريبا، دقيقة 24 تنتهي، ندخل الدقيقة 25. شوط صار طويل لحد الآن 25 دقيقة وما بي أي شيء ممتع. مرة أخرى محاولة من معروف، تبعد من أكرم، تذهب إلى جعفر إلى سجاد محمد، سجاد محمد يحاول، سجاد يعيد الكرة إلى المنتصف إلى أكرم رحيم، بينية إلى سجاد جبار يلف ويدور، يهيئ الكرة إلى علي حسين رحيم، تنقطع من عمار، برافو عمار يحاول، عمار يهيئ الكرة إلى حسين عباس، عرضية قصيرة ومقطوعة وتبعد من جديد إلى معروف يوسف. سجاد، جعفر، تحويلة سريعة، علي لطيف، سجاد تنقطع من أمامه، كرة إلى علي رحيم، علي يلعب كرة طويلة إلى وليد كريم، وليد القائد، قصيرة وترتد من حسين مطر، يشتتها حسين مطر، بالرأس ملعوبة من أكرم، يردها إزقيل، جعفر، خطأ لمصلحة نادي نفط ميسان. 25 دقيقة تعادل سلبي، مباراة خالية من المتعة، من الأثارة، من الخطورة. لحد الآن لم يشهد مرمى نفط ميسان أي خطورة تذكر من لاعبي نادي النفط، وبكرة واحدة لأكرم رحيم علت العارضة، أخطر ما شاهدناه في ملعب المباراة. 5-1 الأخطاء. علي حسين حبيب، سامسون، قصيرة مقطوعة، أكرم، بينية من أكرم لا سجاد يحاول، عرضية ملعوبة سهلة إلى حسين طارق حارس المرمى، أو مصطفى طارق حارس المرمى. تلعب الكرة عالية، حسين مطر، أكرم يلعبها إلى معروف يوسف، محاولة تنقطع من سامسون، تمر إلى كرار رزاق، ويبدو هناك خطأ لمصلحة نادي نفط ميسان. خطأ لمصلحة نادي نفط ميسان. بدلاء نادي النفط أو نفط ميسان. دربي نفطي، الدربيات النفطية كثيرة بتواجد نفط ميسان، نفط البصرة، النفط، نفط الوسط. جعفر ناصر على التنفيذ، بالرأس مقطوعة من أقبوزو، تشتت، وليد، عمار غالب، لاعب شاب مندفع تجده في أكثر من مكان. هذا وليد أمامنا اللي كان كرار رزاق، مقطوع الكرة من جعفر ناصر إلى رمية تماس لمصلحة نادي النفط. علي رحيم، عمار، كرار رزاق، عمار غالب، أقبوزو، سامسون، كرار، قصيرة مقطوعة من سجاد محمد، سجاد يحاول يمر الآن، جعفر ناصر، معروف يوسف، علي لطيف،
بينية خطرة 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 خطرة. أحمد عبد الرحيم وفرصة حيدر عبد الرحيم وفرصة ثمينة تضيع. حيدر عبد الرحيم وفرصة ثمينة أخرى. ثاني تهديد مباشر على مرمى نادي النفط وخروج حاسم من مصطفى طارق. برافو مصطفى، أنقذ مرمى النفط من كرة خطيرة. برافو مصطفى، أنقذ مرمى النفط من كرة خطيرة. ركنية الآن لمصلحة نادي نفط ميسان. تلعب الكرة، محاولة تشتت من أحمد عبد الرضا. رامي يتخلص من لاعب، قصيرة وترتد من حسين عباس. جعفر معروف يوسف يلعبها بالرأس من سامسون، تنقطع. هذا هو اللاعب إكبوزو. رمية تماس سجاد. جعفر محاولة خطيرة، عرضية ملعوبة وخطرة. هذه خطرة خطرة. علي لطيف وضاعت على سجاد جبار. ضاعت على سجاد جبار. ثالث كرة خطيرة وثالث تهديد مباشر على مرمى نادي النفط. نصف ساعة 3 تهديدات خطيرة على مرمى النفط بدون تهديد مباشر من لاعبين النفط على مرمى نفط ميسان. شوف حاول بالكعب لكن ضعيفة باهتة سهلة إلى حسين طارق، إلى مصطفى طارق حارس المرمى. كرة لحسين عباس. أحمد عبد الرضا بالسلامة. أحمد 4 دوليات استدعوه عام 2017. استدعاه باسم قاسم، لعب أمام كوريا الجنوبية أول مباراته، وآخر مباراة دولية له كانت أمام الصين عام 2018. مثل الجوية والحدود وأكثر من موسمين أو 3 مع فريق نادي النفط. بالسلامة لأحمد عبد الرضا. هذا هو مدير الفريق مشتاق كاظم. المشرف محمد جاسم. وبطاقة صفراء أولى في المباراة لرامي الوسماني. ركلة حرة ملعوبة. عمار غالب. عمار تنقطع. وليد تمر إلى معروف يوسف. معروف ارتداد، و يعني حتى بالارتداد الفريقين بطيئين. عمار. إكبوزو. كرار. إيزيجيل. سامسون. إيزيجيل. إكبوزو. كرة لأحمد عبد الرضا. أحمد. علي رحيم. أوكيكي قريب منه علي حسين حبيب برا الملعب. لا رمية تماس لمصلحة نادي النفط. رمية تماس لنادي النفط. أحمد عبد الرضا على التنفيذ، يتركها لحسين عباس. علي رحيم. علي مقطوعة الكرة. سجاد جبار ترتطم بالمدافع حسين عباس إلى رمية تماس لمصلحة نادي نفط ميسان. هذا هو سجاد جبار. رامي على تنفيذ رمية تماس لمصلحة نادي النفط. بالرأس مقطوعة. رمية تماس من جديد.
تشتت الكرة. علي رحيم، سامسون، عمار غالب، احمد عبد الرضا، وكيكي تنقطع. يوسف معروف الى سجاد محمد، سجاد، حسين مطر، عالم بن حسين، كرار. يوسف معروف يلعبها طويله وعاليه، تنقطع الكره. يزقيل، كرار، يوسف، وكره مرت الى خارج ملعب. رميه تماس لمصلحه نادي النفط، رميه تماس لمصلحه نادي النفط. اليوم يعني المدرب عباس عبيد افضل لاعب وهداف الفريق اللي هو علاء الدين الدالي يعني على الدكه واضعه. وعلاء الدين تسعة أهداف هذا الموسم. يبقى أيمن بالصدارة ب14 هدفا. كرة مقطوعة، خطأ وركلة حرة. لمصلحة نادي نفط ميسان. 10 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. يبقى التعادل سلبا وبطاقة صفراء ثانية على وليد كريم. وليد كريم وليد كريم عنده بطاقتين أمام أربيل والطلبة هذا الموسم، في حين البطاقة الأولى كانت للاعب رامي لاعب نادي نفط ميسان. ورامي الوسماني طرد أمام نوروز وعنده بطاقتين أمام الميناء والقاسم، واليوم أمام النفط بطاقة. عباس عبيد. عباس عبيد مثل منتخبنا الوطني 21 مباراة وسجل 7 أهداف. استدعاه أنور جسام وخاض أول مباراة دولية أمام الهند وآخر مباراة أمام إيران. سجل في شباك ماليزيا هدفين، وشباك قرغيزستان هدفين، وشباك الهند هدف، وشباك لبنان، وشباك اليابان. لعب لأندية عديدة. حكم اللقاء يذهب للفار. هل هناك حالة وضرب متعمد؟ لعب للطلبة لأن إنيانغ تشينا الكوري الجنوبي وبوهانج ستيلر ونادي البحرين. شوف الحالة، هل هناك ضرب من وليد كريم بتعمد؟ شوف الحالة، يعني هو قفز مع الكرة بس ما اعتقد بيها تعمد. باعتقادي ما بيها تعمد الضرب. عموما نشوف حكم المباراة. هناك في غرفة الفار أمجد كامل وأكرم علي، وحكمنا الدولي راح يذهب لمتابعة الحالة. واعتقد الحالة هي استمرارية للقفز، يعني ما بيها حركة تعمد. عموما هو صاحب القرار الأول والأخير، حكم اللقاء صاحب القرار الأول والأخير. أذكر بمباريات اليوم بعد هذه المباراتين: الكرخ والنجف ونفط ميسان. النفط القوة الجويس يواجه نفط البصرة عند 5، والقاسم سيواجه كربلاء عند الساعة 7:30، والكهرباء مع نفط الوسط عند الساعة 9. غدا مباراة وحدة الزوراء مع زاخر. إذا نشوف قرار حكم اللقاء الدولي واثق محمد. ما بها بطاقة صفراء وراح يشهر البطاقة الحمراء. بطاقة حمراء، لغت البطاقة الصفراء. عموما يعني الحكم شخص الحالة بطاقة حمراء ضرب متعمد،
وهذه البطاقة طبعا النفط عنده 47 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراء على اسماعيل داكيتا وعلى محمد أوتارا، واليوم يطرد وليد كريم يطرد بالدقيقة 39. 20 لاعب من لاعبي نادي النفط وجهت لهم انذارات. وبالمناسبة ايضا هذه البطاقة الحمراء اللي تحمل الرقم 53 في دورينا، 52 بطاقة صفراء وهذه البطاقة رقم 53، ويبدو هنا بطاقة صفراء لمن؟ نشوف اللاعب اللي راح ينذر، اللاعب اللي هو حيدر عبد الرحيم او سجاد جبار. نشوف إذن حيدر عبد الرحيم بطاقة صفراء ثانية. حيدر عبد الرحيم. ومنذ الدقيقة 39 فريق النفط راح يكمل المباراة ب10 لاعب. شوف الحالة، شوفها، بيها ضربة وإعادة. بالسلامة للحارس مصطفى طارق. عندنا وليد عطية أيضا حارس بديل للنفط، وبالسلامة لعلي ياسين والعودة السريعة. فريق نفط ميسان على هذا الملعب لم يفز إلا بمباراة واحدة على الميناء 3-0، تعادل في 3 مباريات مع نفط الوسط ونوروز واربيل، وخسر 3 مباريات مع الأمانة ومع الجوية ومع دهوك. سجل 6 أهداف فقط على أرضه وعانقت شباكه 11 كرة. رامي، علي، وكرة أبعدها حسين مطر. محاولة جعفر ناصر إلى رامي الوسماني. رامي عالية داخل منطقة الجزاء، مرت الكرة بعيدة أقرب إلى كرار إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. هل سيفلح نادي نفط الوسط باستغلال النقص العددي في تشكيلة النفط، أم سيكون هناك كلام آخر في فترة الاستراحة للمدرب باسم قاسم؟ هذه الكرة اللي مرت، والبطاقة الصفراء لحيدر عبد الرحيم. ثاني بطاقة صفراء في ملعب المباراة. كرة ملعوبة، سجاد، حيدر، تنقطع، كرار رزاق، علي رحيم، رمية تماس لمصلحة نادي النفط. كرار رزاق امامنا بالصورة، ورمية تماس لمصلحة نادي النفط. رمية تماس. 2.5 دقائق تفصلنا على نهاية الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول. التعادل السلبي قائم، والنفط منذ الدقيقة 39 يكمل المباراة ب10 لاعبين بعد طرد اللاعب وليد كريم. عمار غالب، عمار يهيئ الكرة، إلمن قصيرة، حسين عباس سريع، مرت الكرة تبعد من الوسماني، رامي الوسماني برا الملعب، لا رمية تماس لمصلحة نادي النفط. تعود الكرة إلى عمار غالب، عمار، عالية، علي رحيم داخل منطقة الجزاء، كرة يشتتها اللاعب حسين مطر. أوكيكي ضاغط عليه اللاعب علي حسين حبيب، وأوكيكي مرة أخرى، يوسف معروف، يوسف، كرة لحسين مطر، يوسف، رامي الوسماني، أكرم، يوسف، تنقطع الكرة لعلي لطيف، أحمد عبد الرضا. هناك خطأ لمصلحة نادي نفط ميسان،
شوف الحالة، الحكم يشير إلى وجود خطأ لمصلحة نادي نفط ميسان. هذا هو القائد الآن، حمل شارة القيادة أحمد عبد الرضا بخروج القائد وليد كريم. ركلة حرة، آخر دقيقة من الوقت الرسمي لشوط المباراة الأول. جعفر ناصر على التنفيذ، قريب منه رامي الوسماني. عالية الكرة سريعة، وجول، ويبدو تسلل، يبدو حالة تسلل، يبدو حالة تسلل. حسين مطر أو علي حسين حبيب، علي حسين حبيب يلعب الكرة بالرأس وحالة تسلل. نشوف الكرة، واضح التسلل، واضح 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 التسلل، وهدف ملغي بداعي التسلل، هدف ملغي بداعي التسلل. علي حسين اللي سجل في شباك الحدود، وهذا حسين مطر أمامنا بالصورة. 4 دقائق وقت محتسب بدل من ضايع يضيف حكم المباراة، راح يتأكد الحكم، وفعلا حالة تسلل، هدف ملغي. ركلة حرة غير مباشرة للنفط، مصطفى طارق على التنفيذ. حالة تسلل واحدة. حسين مطر بالرأس، كرار، طالت الكرة، خطأ لمصلحة نادي النفط وبطاقة صفراء أعتقد لحسين مطر. هل هي لسجاد محمد؟ أعتقد لسجاد محمد، ثالث بطاقة صفراء في ملعب المباراة. سجاد محمد. بطاقة لسجاد محمد. ركلة حرة لمصلحة نادي النفط، دقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضايع. علي رحيم، عالية الكرة، ترتد، ايزي جيل، علي رحيم، طويلة، مقطوعة من سجاد، يوسف معروف، معروف، حيدر، أكرم، جعفر، تنقطع الكرة، إيزيجيل، كرار، مرة أخرى كرار، ضاغط عليه سجاد جبار، يحصلها، تعود إلى معروف يوسف، سجاد محمد، جعفر ناصر، جعفر ناصر من الجهة البعيدة، جعفر يهيئ إلى معروف يوسف، معروف إلى رامي الوسماني، قلت خطورته الآن، قلت خطورته، إلى علي لطيف، أكرم، وسهلة إلى مصطفى طارق حارس المرمى. دقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. يبقى التعادل قائم والنفط يكمل المباراة ب10 لاعبين بعد طرد وليد كريم بالدقيقة 39 من عمر المباراة. كرة مقطوعة صافرة من حكم اللقاء، خطأ لمصلحة نادي نفط الوسط. يبدو لاعب من لاعبين نفط متعرض للإصابة اللي هو كرار رزاق، بالسلامة إن شاء الله، بالسلامة إن شاء الله. آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. رمية تماس الآن. إيزيجيل،
خطأ لمصلحة النفط. انتهت الأربع دقائق. ننتظر صافرة الدولي واثق محمد لتعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول. وصافرة حكم اللقاء تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل سلبي ما بين النفط ومضيفة نفط ميسان. المباراة انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي، وأكملها نادي النفط منذ الدقيقة 39 ب10 لاعبين بعد طرد اللاعب وليد كريم. استراحة قصيرة على أمل أن يتجدد اللقاء معكم وأحداث شوط المباراة الثاني.
من جديد نعاود واحداث شوط المباراة الثاني، ويبدو فريق نفط النفط أجرى 3 تغييرات في آن واحد ما بين الشوطين بدخول أمير أحمد وأحمد صبري وحسن داخل. صافرة حكمنا الدولي واثق محمد اللي يقود المباراة، صحبة رضا عباس وضياء غالب وحيدر عدوان، وفي غرفة الفار أمجد كامل وأكرم علي. أذكر بأنه نادي النفط يكمل المباراة ب10 لاعبين بعد طرد اللاعب وليد كريم بالدقيقة 39 من عمر المباراة. تنطلق أحداث شوط المباراة الثاني، نفط ميسان بزي العنابي على يمين الشاشة، وفريق نفط بزي الأبيض البديل على يسار الشاشة. تذكير لما فات معنا بمتابعة أحداث شوط المباراة الأول: تشكيلة فريق نفط ميسان: أمجد رحيم بحراسة المرمى، خط الدفاع سجاد محمد إلى الشمال 3، ورامي الوسماني 44، سواليو 24، حسين مطر 25، علي حسين حبيب 17، سجاد جبار 23، أكرم رحيم 31، حيدر عبد الرحيم 13، علي لطيف 11، وجعفر ناصر بالرقم 7. كرة ملعوبة، أما تشكيلة نادي النفط هذا الهدف الملغي بداعي تسلل واضح. مصطفى طارق بحراسة المرمى، أحمد عبد الرضا 55، كلوزو أكوزو 44، سامسون 2، حسين عباس 29، كرار رزاق بالرقم 34. في خط المنتصف أصبح أحمد صبري 11، علي رحيم 7، زيجيل 77، عمار غالب 8، وأوكيكي بالرقم 99. أيضا دخل أمير أحمد بالرقم 25. نشوف اللاعبين الآن، راح نشخص اللاعبين اللي تركوا الملعب. كرة مقطوعة، هذا حسن داخل العائد من الإصابة، يبدو دخل بدلا من علي رحيم، وهناك خطأ وركلة حرة لمصلحة نادي النفط. لاعب نادي نفط الوسط السابق، دقيقتان من عمر شوط المباراة الثاني. نشوف الحالة، دخول قوي واضح على أكرم حبيب، دخول من أكرم حبيب واضح. سامسون، إذن خروج كرار رزاق ودخول أمير أحمد بدلاً عنه، وعلي رحيم ودخول أحمد صبري بدلاً عنه، وحسن داخل يبدو بدلاً من إيزيجيل. كرة مقطوعة وسط الملعب إلى أحمد صبري، حسين عباس طويلة إلى أحمد صبري، ترتد أحمد صبري يحاول يمر الآن، عرضية ملعوبة ترتد وإلى ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط ميسان. ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط ميسان. نفط ميسان مثل ما ذكرت يفوز المباراة الثامنة على أرضه، فاز في وحدة، تعادل في 3، خسر في 3، وآخر مواجهتين على أرضه خسرها من الجولة 4-0 ومن نتوك 3-0. بينما النفط 8 مباريات خارج أرضه فاز فيها على الشرطة بهدف، وعلى كربلاء بهدفين، وعلى نفط الوسط برباعية، وتعادل في 4 مباريات خارج أرضه مع أربيل والكهرباء ودهوك والزوراء، وخسر مباراة واحدة خارج أرضه أمام نوروز بهدف 1-3. كرة من رامي الوسماني، أحمد عبد الرضا يشتت كرة طويلة وعالية بالرأس، مقطوعة من أكرم سجاد جبار، تنقطع. أحمد برا الملعب، رمية تماس لمصلحة نادي نفط ميسان، رامي الوسماني على التنفيذ، تلعب الكرة مقطوعة من جديد، سجاد يبعدها سامسون بالرأس من رامي، أكرم حلوة ملعوبة الكرة
هجمه لمصلحه نادي نفط ميسان. سجاد يلف ويدور، يهيئ كره خطره لجعفر ناصر. جعفر يهيئ كره قصيره صعبه وتلعب من سجاد محمد بالراس احمد عبد الرضا، تبعد مره اخرى معروف، وهناك خطا ورايه وصفاره وركله حره غير مباشره، تسلل لمصلحه نادي النفط. السلامه للسجاد جبار، كره مشتركه مع احمد عبد الرضا. بدايه سريعه للاعبين نفط ميسان في محاوله تسجيل هدف واستغلال النقص العددي في تشكيله فريق النفط اللي يكمل المباراه منذ الدقيقه 39 ب10 لاعبين بعد طرد اللاعب وليد كريم. 5 دقائق من عمر شوط المباراة الأول. عباس عبيد والحضور الأول مع نفط ميسان، سبق أن قاتم عام 2015 في 8 مباريات، خسر في 4، تعادل 2 وفاز في 2. بالسلامة لسجاد جبار. باسم قاسم والطموح بالعودة بنقاط المباراة، لكن يبدو الأمر تعقد بعد طرد لاعب، قد يطمح بعودة بنقطة. مركزه جيد هذا الموسم، يعني خلص الفريق من معاناة الموسم الماضي. دائما عندما تكون في بداية الموسم بموقع جيد تأمن نفسك. إيزيغيل يلعب كرة، وكيكي مرت محمد تنقطع، وكيكي ها ركبتها، قلت له والله ما عدسها، تعود مرة أخرى. حسن قلت له خذها فرمتها ما رضى. من جديد الكرة، أمير إزقيل أو اللاعب قبوزو أوكيكي. كرة من حسن مطر، معروف يوسف. سجاد، جعفر ناصر، معروف. سجاد، علي لطيف يلعبها إلى رامي الوسماني بدون تركيز، مقطوعة من أحمد. حسن داخل، أو أحمد صبري، حسين عباس، أحمد صبري، حسين عباس، أحمد من جديد، أحمد، حسن داخل، طويلة الكرة، أمير قصيرة وخطرة. الحكم هو صاحب الموقف الأول والأخير، وهو صاحب التقدير، والحكم يوقف المباراة. عمار غالب يتعرض إلى إعثار، هل هناك ركلة جزاء؟ راح يذهب للفار. شوف المحاولة، والله أنا رأيي الشخصي ما بيه، نشوف قرار الحكم، هو صاحب القرار الأول والأخير. نشوف قرار الحكم، ممكن أنا أخطأ، ممكن أنا خطأ. ننتظر القرار. هل سيذهب الحكم لمشاهدة الحالة؟ هل هناك ضرب؟ لو نشوفها مرة أخرى بالإعادة. إذن ما بيها شيء، فعلا ما بيها شيء. كرة ملعوبة بالرأس مقطوعة. حسن، عمار بالرأس مقطوعة من حسين مطر، تشتت الكرة، أقرب لها رامي الوسماني. أكرم رحيم، معروف يوسف، حسين مطر، بالمنتصف إلى سجاد، علي لطيف، قطعت من أمام علي لطيف، تلعب طويلة. علي حسين حبيب، علي حسين حبيب إلى حارس المرمى، تذهب الكرة لحسين مطر، علي حسين حبيب اللاعب الوافد من زاخو بالانتقالات الشتوية. علي حسين
علي حسين حبيب، سجاد أو علي لطيف، تنقطع من أحمد عبد الرضا، تعود مرة أخرى إلى أكرم، أكرم إلى معروف، معروف هي إلى سجاد محمد من الجهة القريبة، سجاد، سجاد إلى معروف، نقل كرات سليم بأقدام لاعبي نفط ميسان وتراجع واضح للاعبين نفط، كرة ترتد مرة أخرى، محاولة وسط الملعب، حسين، حسن داخل، أوكيكي، حسن إلى أحمد صبري، أحمد ممكن يهيئ إلى الظهير المندفع، أحمد وبينية طالت، كان بإمكانه يهيئ إلى حسين عباس المندفع من الجهة البعيدة وممكن يشكل خطورة بكرة عرضية، كرة عادت إلى رامي، رامي الوسماني، رامي، هل سيستغل نفط ميسان النقص العددي للاعبين نفط؟ أكرم، لحد الآن لم تشهد المباراة بشوطها الثاني أي خطورة باستثناء كرة عمار غالب اللي تعرض من خلالها إلى إيقاع في داخل منطقة الجزاء. عمار، أوكيكي، كرة إلى سامسون، حسن داخل، عمار غالب، يبدو أحمد نعيم اللي دخل وليس أمير، أحمد نعيم كظهير بدلا من كرار اللي كان يشكو في شوط المباراة الأول من إصابة. علاء سعد بدلا من سجاد جبار، أول تغيير في تشكيلة فريق نفط ميسان بدخول علاء سعد بدلا من سجاد جبار. كرة عالية بالرأس تبعد، رامي، رامي يلعبها، ترتد من علي لطيف، حيدر عبد الرحيم، وحسن داخل إلى حارس المرمى مصطفى طارق. أحمد عبد الرحيم، أحمد عبد الرضا، مقطوع الكرة، سجاد محمد، كرة تلعب إلى جعفر ناصر، عالية داخل منطقة الجزاء وكرة مرت إلى خارج الملعب، طالت على حيدر عبد الرحيم إلى ركلة مرمى. هذا علي لطيف أمامنا بالصورة. 57 دقيقة والتعادل السلبي ما زال قائم في هذه المواجهة اللي تجمع نفط ميسان بضيف النفط، دربي نفطي. كرة طويلة، أوكبوزو، حسن داخل، طويلة إلى أحمد صبري، كرة بالمنتصف ملعوبة طويلة إلمن إلى حيدر بالجهة البعيدة، طالت على حيدر، مقطوعة من سامسون، حسين عباس، كرة مرت سهلة على حسين حبيب، حسين مطر، أكرم، معروف، جعفر، علاء، جعفر، سجاد إلى جعفر، جعفر قصيرة مرة أخرى، جعفر إلى معروف، سجاد، جعفر ناصر، جعفر يحاول يمر، عرضية من جعفر سهلة لمصطفى طارق حارس المرمى. دخلنا الدقيقة 60، ساعة من عمر المباراة والتعادل قائم، والنفط يكمل المباراة ب10 لاعبين بعد طرد وليد كريم منذ الدقيقة 39 من عمر المباراة. حسن داخل، أوكيكي خارج الملعب، يبدو هناك لاعب متعرض للإصابة، بالسلامة إن شاء الله. جعفر ناصر،
بالسلامة يا جعفر، أو سجاد محمد. سجاد، نهض سجاد بالسلامة. شوف كرة مشتركة كانت مع عمار غالب. عشاق أنصار نفط ميسان. المواجهة القادمة مع الشرطة، يبقى الفوز على الطلبة برباعية نظيفة هو الأفضل لنفط ميسان هذا الموسم، والأثقل الخسارة بنفس النتيجة من الجوية. في بطولة الكأس تأهل وسيواجه القرمة، وقد تبدو أسهل مواجهة في الدور ال16 لبطولة كأس العراق بعد أن اجتاز دهوك بركلات ترجيح 7-6 بعد التعادل بهدف واحد، بينما النفط تأهل إلى نفس الدور بعد أن اجتاز نادي الحسين بهدفين وفاز على البيشمركة في الدور الثاني. سيواجه الكهرباء يوم 31 من الشهر الحالي في الدور ال16. اللقاء القادم سيكون أمام القوة الجوية. أفضل فوز حققه 4-0 على نفط الوسط، وأثقل هزيمة 3-1 أمام نوروز. علاء سعد، خطأ لمصلحة نادي النفط. بالسلامة لحسن داخل، كان يشكو من إصابة وعاد، وهذه المباراة يعني قد تكون بعد غياب. جماهير نفط ميسان كرة طويلة من أحمد نعيم تعود إلى حارس المرمى أمجد رحيم. علي حسين حبيب، حسين مطر، أذكر بنتائج مباريات هذا الدور. سجاد بينه وبين عمار غالب، عمار معروف يوسف، طويلة من معروف، حيدر عبد الرحيم، ويترك الحارس إلى ركلة مرمى. نوروز يعادل الشرطة بهدف، أربيل يتغلب على الأمانة 4-1، الميناء يتغلب على دوك 2-0، الطلبة يخسر من الحدود بهدف، والكرخ والنجف في شوطها الأول انتهى. نفط ميسان مع النفط شوطها الأول انتهى. بعد هذه المباراة عند الخامسة القوة الجوية مع نفط البصرة، في السابعة القاسم مع كربلاء، وفي التاسعة الكهرباء مع نفط الوسط، وزاخو سيواجه زوراء غدا عند الخامسة. هذه الكرة بالإعادة اللي مرت إلى خارج ملعب، ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. تغيير، رامي يترك الملعب، وأحمد عبد الرحيم أيضا يترك الملعب. تغييرين، ينزل علاء الدين الدالي وعلي خلف. علي خلف أيضا يدخل. خروج حيدر عبد الرحيم وخروج رامي الوسماني ودخول الظهير علي خلف والمهاجم علاء الدين الدالي. تغييرين، وهذا التغيير الثالث لتشكيلة نفط الوسط، وثلاث تغييرات بين الشوطين للنفط. باقي لكل مدرب تغييرين. علي حسين حبيب، علي خلف، طويلة الكرة، أحمد عبد الرضا يشتتها حسين مصطفى طارق، علي حسين حبيب، علاء سعد، كرة إلى الجانب، سجاد يترك لها جعفر ناصر، جعفر عالية من جعفر، تبعد بالرأس من حسين عباس، أحمد صبري، أحمد معار من زاخو، لعب لزاخو لدهوك، كرة مرة أخرى إلى أوكيكي. أوكيكي اليوم لم يفلح بالتسجيل ولم يخطر حتى مرمى نفط ميسان.
محاولة مقطوعة الكرة مرة أخرى إلى جعفر ناصر، تذهب إلى علاء، علاء يلعب كرة سريعة علما بدون تركيز ولا على التعيين برا الملعب إلى رمية تماس لمصلحة نادي النفط. حسين عباس على التنفيذ، 65 دقيقة من عمر المواجهة. حسين عباس على التنفيذ، رمية تماس لصالح نادي النفط، يبحث عن إسناد عن زميل يتركها لأحمد عبد الرضا. أحمد عبد الرضا على التنفيذ، طويلة إلى أحمد صبري، بالرأس مقطوعة من علي خلف، تلعب الكرة، محاولة من جديد على سعد، يعيد الكرة إلى الخلف إلى علي خلف، علي خلف تعود من جديد، أكرم، علي حسين حبيب، حسين مطر، حسين مطر يلعب الكرة إلى جعفر، جعفر ناصر، علاء سعد، أكرم رحيم، طويلة الكرة، محاولة لعلاء الدين الدالي داخل منطقة، لاعب خطير، 9 أهداف هذا الموسم، 2 هاتريك. حسن داخل، بطاقة صفراء لحسن داخل، بطاقة صفراء هي الرابعة في المباراة لحسن داخل. لعب خطر، بطاقة صفراء، وعنده بطاقتين أمام الطلبة وكربلاء، وهذه البطاقة الثالثة لهذا اللاعب هذا الموسم. ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. كرة اللعب من جديد برا الملعب، لا رمية تماس. بدأ الأداء يكون متدني من الفريقين، بدأ تراجع واضح بالأداء من الفريقين. سجاد محمد ضاغط عليه عمار، عمار تنقطع كرة، يبدو رمية تماس لمصلحة النفط. الفريقان التقيا 19 مرة في مباريات الدوري، ولقاء واحد ودي جمعهم فقط. هذه المواجهة رقم 21 اللي تجمع الناديين. 4 مرات فاز فريق نفط ميسان، و9 مرات فاز فريق النفط، و6 مباريات بالتعادل. وفي اللقاء الودي انتهى بالتعادل ما بين الفريقين. أفضل فوز حقق نفط ميسان 3-2، وأفضل فوز للنفط 2-0. المواجهة رقم 21 ما بين الفريقين. مصطفى طارق ينبه حكم المباراة. قد يسعى لاعبون النفط لقتل وقت، لكن لحد الآن النفط 10/10 ماشي، وهو ب10 لاعبين. ركلة مرمى طويلة، الكرة ملعوبة بالرأس من علي حسين حبيب، علي خلف، أكرم، سجاد مرة أخرى من معروف، معروف إلى سجاد، وتعود هات وخذ بين سجاد وبين معروف، تذهب الكرة إلى علاء سعد، علاء سعد إلى معروف، حسين مطر يشتت كرة، ومعروف يلعبها إلى علاء الدين بالكعب، علاء الدين، ترتد الكرة من أحمد نعيم، يشتتها الحارس مصطفى.
إذا مواجهتين كبيرتين للناديين في الجولة 18 الجوية مع النفط والشرطة مع نفط ميسان. كرة تبعد من حسين علي حبيب، علاء سجاد يشتت كرة، خطأ لمصلحة نادي النفط. 20 دقيقة تفصلنا على النهاية، والتعادل السلبي قائم في مباراة تجمع نفط ميسان وضيف النفط، اللي يكملها النفط ب10 لاعبين بعد طرد اللاعب وليد كريم. أحمد نعيم، تبعد الكرة من حسين مطر، خطأ هذا، ركلة حرة، ركلة حرة لمصلحة، والحكم أشار إلى مبدأ إتاحة الفرصة، وبالتالي الكرة إلى خارج الملعب أبعدها أحمد عبد الرضا. لاعب إكبوزو، خطأ واضح ضد علاء الدين الدالي، والحكم أشار إلى مبدأ إتاحة الفرصة بعد أن ذهبت الكرة للاعبين. رمية تماس الآن، وكرة ملعوبة الآن من جديد، تلعب من الحارس بالرأس من أوكيكي، تشتت من علي حسين حبيب برا الملعب إلى رمية تماس لمصلحة نفط النفط. يخرج الآن علي لطيف، يدخل بنيامين أوغورانكو النيجيري. شوف الآن غير لاعب واحد، يعني بعد ما يستفاد من تغيير آخر، لأنه غير في 3 فترات 4 لاعبين، ضيع عليه تغيير. كان بإمكانه بهذا التغيير غير 2 من اللاعبين. كرة اللعب، أحمد نعيم، عمار غالب، عالية الكرة، تبعد بقبضة يد الحارس، يبعدها أكرم رحيم، معروف يوسف، معروف سريع على علاء الدين، خطرة، وبرافو برافو 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 مصطفى طارق أنقذ مرمى النفط من كرة خطيرة، أخطر ما شهده شوط المباراة الثاني من الفريقين، أخطر ما شهده. وكاد بنيامين لاعب نادي نوروز السابق النيجيري، شوف علاء الدين الدالي يلعبها، وكرة أنقذها، يعني سد المرمى بوجه اللاعب بنيامين، وبرافو برافو 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 مصطفى طارق أنقذ المرمى من إصابة أكيدة. كرة ثانية خطيرة، كانت واحدة في شوط المباراة الأول وثانية في شوط المباراة الثاني، وهي المباراة اللي لعبها بغياب الحارس الأساسي علي ياسين اللي يشكو من إصابة. برافو يا مصطفى يا طارق، إثبات وجود في هذه المباراة. خطأ لمصلحة نادي النفط. ركلة حرة لمصلحة النفط، خطأ ضد معروف يوسف، لاعب النيجيري اللي قادم من البنك الأهلي المصري. كرة طويلة 10 مقابل 10، الحالات الخطأ، الأخطاء 20 خطأ في ملعب المباراة حتى الدقيقة 74، يعني زين، متعودين على أخطاء كثيرة. رمية تماس أحمد نعيم، أحمد صبري، حسين عباس، طويلة الكرة، طالت على عمار غالب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط ميسان. لحد الآن حكمنا الدولي واثق محمد 10/10، مباراة سليمة بكل ما فيها. حسين علي حبيب أو علي حسين حبيب، علي علاء سعد، أكرم سجاد، أكرم
معروف، حلوة خطرة، سجاد يلعبها وين كان بالإمكان أفضل مما كان، لكن يعني قد تكون كانت صعبة عليه، كانت تتحول الاثنين موجودين على نقطة البنالتي. 75 دقيقة ربع ساعة تفصلنا على النهاية. شوف طالت عليه الكرة، صعبة صارت، صعبة تحويلها صار، ولا هي فرصة ثمينة كانت لنفط ميسان. 75 دقيقة ربع ساعة تفصلنا على النهاية، يبقى التعادل قائم ما بين نفط ميسان والنفط. مصطفى، أوكيكي، أحمد صبري، أحمد يمر، صعبة، مرت الكرة بعيدة لحسين عباس، حسين تحويله، كرة بالرأس تبعد من حسين مطر، من جديد محاولة، علاء، ركلة حرة لمصلحة نفط ميسان. معروف، جعفر ناصر، علاء سعد، معروف، علي خلف من الجهة البعيدة، عالية، مرت الكرة أقرب لها أحمد نعيم، أحمد، أوكيكي، حسن، أحمد نعيم، أوكيكي، سريعة، محاولة، ومرة أخرى أوكيكي، أحمد، وين إلى خارج الملعب إلى رمية تماس لمصلحة نادي نفط ميسان. حسين مطر إلى علي حسين حبيب، علاء أو معروف، أكرم يحاول يمر، بينية حلوة إلى بنيامين ولكن مقطوعة من اللاعب أقبوزو. تعود الكرة مرة أخرى، علاء يحاول، ترتد الكرة، حسن داخل، حسن، أحمد إلى حسن إلى عمار غالب، عمار يحاول يمر سريع بينه وبين السجاد، عمار يحاول يهيئ كرة خطرة، هذه خطرة مرة أخرى إلى عمار ممكن يحاول تحويله وكرة، لكن ترتد من الدفاع ومرة أخرى تشتت وتبعد، تعود إلى أحمد نعيم، قصيرة وترتد من معروف إلى رمية تماس لمصلحة نادي النفط. مرة أخرى محاولة اللعب وإلى خارج الملعب، أحمد نعيم بالرأس تبعد الكرة من حسين مطر، حسن داخل يسيطر على الكرة، وهناك خطأ وركلة حرة لمصلحة نادي نفط ميسان. 12 دقيقة يبقى التعادل قائم ما بين الفريقين. دفع واضح من حسن داخل باليد لعلاء سعد، علي خلف، بوزو، حسن، عمار، دفع واضح من معروف، ركلة حرة لمصلحة نادي النفط. اليوم أدى مباراة رائعة عمار غالب، بذل مجهود رائع في هذه المواجهة مع الحارس مصطفى طارق. ركلة حرة من منتصف الملعب لمصلحة نادي النفط، بوزو يلعبها، حسن، أحمد، عبد الرضا، طويل الكرة، الرأس مقطوعة، أوكيكي، ترتد الكرة، تبعد من جديد إلى خارج ملعب رمية تماس لمصلحة النفط. حسين عباس على التنفيذ، أحمد عبد الرضا،
حسين أوكيكي ممكن يسدد برا الملعب إلى ركلة مرمى. برا الملعب إلى ركلة مرمى. 80 دقيقة و10 دقائق و10 ثواني تفصلنا على الوقت الرسمي للمباراة. كرة جميلة من أوكيكي تمر إلى خارج الملعب. ركلة مرمى تلعب الكرة من اللاعب الحارس أمجد رحيم. 5 مقابل 4 تسديدات. أكرم حسين المطر إلى حارس المرمى أمجد. أكرم رحيم يعد التنازل لنهاية المباراة. يبدأ من الآن بالدقائق ال10 الأخيرة. من سيهزم من؟ أحمد أوكيكي تنقطع على حسين حبيب. معروف سريع على جعفر ناصر. كرة خطيرة ممكن ولكن تأخر قلت خطورة ومرة أخرى من بعيد. الله علي خلف يلعب الكرة بيسار أو علاء سعد يلعب الكرة بيسار تعلو العارضة. كرة خطيرة كادت أن تعانق الشباك. شوفها مرة أخرى جعفر رغم أنه تأخر هيها وبيساره لكن الكرة مرت. شوفها مرة أخرى مرت بسلام وأمان على مرمى نادي النفط. هيها على طبق من ذهب لكن علت العارضة إلى ركلة مرمى. كرة اللعب عمار بالرأس مقطوعة من علي حسين حبيب. علاء سعد جعفر ناصر. معروف علاء تنقطع الكرة. قبوزو أوكيكي بدأ يتحرك في الدقائق الأخيرة. أحمد حكم شايف تمركز سليم ويقول العب. سريع الكرة من جديد. علاء الدين أحمد عبد الرضا يشتت الكرة. بدأوا الفريقين يندفعون. بدينا نشوف أداء أفضل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. كلاهما يبحث عن هدف فوز. علاء سعد عالية ملعوبة الكرة. هذا تسلل عموما تسلل راية من المساعد ضياء. ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة النفط. واضح بنيامين بعيد في وضع تسلل. ركلة حرة غير مباشرة للنفط. 3 حالات تسلل في ملعب المباراة. أحمد صبري حسن داخل. عمار خطأ لمصلحة نادي النفط. عرقلة لعمار. أربك دفاعات النفط ميسان اليوم عمار غالب. أحمد نعيم على التنفيذ. لعب للنجف للقاسم للكرخ. أحمد نعيم. مباراة باعتقادي ممكن بها جول في آخر 7 دقائق. ممكن واحد من الفريقين ربما سيسجل. أذكر النفط يكمل المباراة من الدقيقة 39 ب10 لاعبين بعد طرد وليد كريم. أحمد نعيم على التنفيذ. أحمد تلعب الكرة خطيرة وتبعد من الدفاع مرة أخرى. عالية وبالرأس بعيدة إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى لمصلحة نادي نفط ميسان.
كرة سامسون برا الملعب أو اللاعب إكبوزو إلى خارج الملعب. سامسون اللي لعب الكرة. كرة تعود علاء معروف، تنقطع معروف مرة أخرى أقرب إلى حسن. عمار غالب، عمار إلى أوكيكي، حسن، أحمد نعيم، أوكيكي، أحمد نعيم، تأخر بها أحمد ومقطوعة الكرة تذهب إلى جعفر الناصر. جعفر يلعبها إلى علاء الدين الدالي بينه وبين اللاعب سامسون، أبعدها سامسون برا الملعب. رمية تماس لمصلحة نادي نفط ميسان. أقل من 5 دقائق على الوقت الرسمي للمباراة. أكرم، إذا انتهت المباراة بالتعادل راح يكون تعادل 9 للنفط و8 لنفط ميسان. تعادل 9 للنفط و8 لنفط ميسان. الزوراء والنفط أكثر الأندية تعادل، من تعادلات. يقفز مؤقتا إلى المركز السابع ب24 نقطة النفط إذا استمرت النتيجة على حاله، ونفط ميسان يقفز إلى المركز التاسع. خطأ لمصلحة نادي النفط. أحمد عبد الرضا، حسن، إكبوزو، سامسون، طويل الكرة. عمار، برافو يا عمار، عمار تلعب كرة خطرة. أحمد لكن قصيرة وترتد، والكرة إلى ركلة جزاء. ركلة جزاء للنفط وبطاقة صفراء. ركلة جزاء وبطاقة صفراء بالدقائق. قلنا المباراة بيها جول. وأحمد صبري يبحث، وعلي خلف بطاقة صفراء 5 في المباراة. ونشوف الحالة بالإعادة، وبالإعادة إفادة. نشوف الحالة. الحكم، شوف تمركز الحكم السليم. الحكم قريب 2 أو 1.5 متر عن الحالة. هذا الرائع بالحكم. الحكم كل ما يكون تمركزه سليم كل ما يكون قراره صائب. إذا ركلة جزاء، وركلة الجزاء رقم 70 في دورينا. 69 ركلة جزاء، 51 صح و18 خطأ، وحكم مقتنع بقراره. ممكن إذا كانت هناك رؤية لحكام الفار، لكن هو مقتنع بقراره، مقتنع. أوكيكي 8 أهداف في شباك نوروز واربيل والطلبة والكهرباء من ركلة جزاء، وهاتريك في شباك نفط الوسط والميناء. ويعني الآن الله يعينك يا ابو شوقي، الآن تتابع أهل الحالة يعني، ويعين النفط ويعين جمهور النفط وإدارة النفط، يعني تعود ب3 نقاط أفضل من النقطة. وأيضا باسم قاسم ومشتاق، ركلة حرة وآخر دقيقة من عمر المباراة، وجماعة الفار داخلين بنقاش ويا حكمنا الدولي. واثق محمد وراح يشوف الحالة، وخلي يشوف الحالة، ويمكن يشوف الحالة ويرجع لنا بقرار،
والله اعتقد راح يعدل عن قراره، اعتقد راح يعدل عن قراره، وجهة نظر شخصية. اعتقد راح يعدل عن قراره. شوف الحالة، شوف الحالة، هاي وجهة نظري يعني. لكن هو شوف اللاعب خلى مد قدمه بين قدمي اوكيكي، لكن هل يعني اوكيكي قفز بدون ان يتعرض الى اصابه؟ راح يدققها الحكم وهو صاحب القرار الاول والاخير. انا وجهة نظري راح يعدل عن قراره، وممكن يبقى على قراره، بس ما تعرف، هو قراره الاول والاخير، الله يعينه. انا اعتقد يلا يا حكم، يلا يا حكم. توقعت راح يعدل عن قراره. ماكو بطاقة صفراء وراح يعمل اسقاط كرة. ماكو بطاقة صفراء لعلي خلف وراح يعدل عن قراره. هذا متوقعت، انا توقعت. شوف اللاعب هو اللي مد قدمه على علي خلف، شوف، وبالتالي تلغى البطاقة الصفراء وتلغى ركلة الجزاء ورايحين للتعادل. خلصنا ال90 دقيقة وممكن نشوف 8 دقائق أو 7 دقائق يضيفها حكم اللقاء. كرة طويلة وممكن نشوف هدف. الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضايع، 5 دقائق أضاف. على كل حال هو صاحب القرار الأول والأخير. كرة من جديد، أوكيكي، رمية تماس لمصلحة نادي النفط. آخر مواجهتين لم يتغلب النفط على نفط ميسر، خسر مرتين أمام نفط ميسر. إذن اللحظات الأخيرة الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من ضايع. علي خلف، كرة لحسين مطر، وبعد الكرة من سامسون. أكرم معروف، سجاد محمد، أكرم، بنيامين، تنقطع الكرة. أحمد عبد الرضا المندفع للأمام، أوكيكي، عمار أو أحمد صبري من الجهة البعيدة، مقطوعة الكرة. علي خلف، علاء سعد، طويلة الكرة. علاء الدين الدالي، علاء 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 برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي النفط. يعني فريق من النفط ما بين عليه ناقص لاعب منذ الشوط الأول. آخر 6 دقائق من عمر شوط المباراة الأول قدر أن يجاري نفط الميسان اللي ما استغل النقص العددي بتشكيلة النفط بعد طرد وليد كريم، وبالتالي النتيجة الآن تؤول للتعادل ما بين الفريقين، التعادل الثامن لنفط ميسان والتاسع لنادي النفط ليصبح أكثر نادي يتعادل هذا الموسم. من يدري، المستديرة في ثانية فيها شيء. حسين عباس، علي حسين حبيب، حسن داخل، حسين عباس، حسين يلعب الكرة بالرأس مقطوعة برا الملعب، رمية تماس لمصلحة النفط. آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل ضايع. التعادل سيد الموقف في هذه المواجهة. دفع واضح من أكرم حارس المرمى، أمجد، حسين مطر. اللحظات الأخيرة من عمر المباراة،
تنقط على معروف. معروف بنيامين، علاء سعد، كرة خطيرة. علاء يسدد، جول بوقت قاتل. لاعب امام منطقة الجزاء يترك بوقت قاتل، يتوغل ويسدد بدون اي ضغط من اللاعبين، من المدافعين، من لاعبي الوسط، وبالتالي بشكل مستريح اللاعب البديل علاء سعد بالدقيقة بالثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضايع يسجل هدف المباراة وهدف الفوز. الهدف الفوز لفريق نادي نفط ميسان، هدف في وقت قاتل. شوف اللاعب مستريح، يتوغل، ماكو ضغط عليه، وتمر على يمين الحارس مصطفى طارق، ويعلن هدف التقدم وهدف الفوز. هدف الفوز في هذه المباراة. صمدنا 94 دقيقة و50 ثانية ماكو هدف، بالعشر ثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضايع يسجل علاء سعد هدف الفوز لنفط ميسان، واللي من خلاله راح يرفع رصيده إلى 26 نقطة، وراح يقفز إلى المركز الخامس أو للمركز السادس. يقفز للمركز السادس. جماهير نفط ميسان تآزر. نشوف حكم المباراة، هل هناك شيء؟ جماهير المملكة سعيدة بهذا التقدم بهدف قاتل وأول فوز لعباس عبيد. نشوف هل هناك شيء من حكم المباراة. ماذا هناك يا حكم؟ هل هناك حالة قبل الهدف؟ اتركوا لي الحكم، خلوه الحكم، ليش قريبين عنه؟ ابتعدوا عنه، شكلهم ضغط عليه. حكمنا الدولي واثق محمد مع حكام الفار. هل هناك شيء؟ خلينا نشوف الحالة، هل سبقها شيء؟ ما زال حكم المباراة ينتظر. هل هناك حالة؟ هل هناك شيء؟ يعني المخرج لو يعطينا إعادة ونشوف. أول أهداف علاء سعد في الموسم الحالي. ما زلنا ننتظر قرار حكم اللقاء. الله يعين عشاق وأنصار نفط ميسان على الانتظار. يلا يا حكم. هل هناك شيء؟ راح يذهب للفار. نشوف اكو شيء، اكو حالة سبقت الهدف. شوف الحالة. هل بنيامين حجب الرؤية عن حارس المرمى؟ لا، بعيد. هو صح في وضع تسلل، لكن ما ارتطمت به الكرة، وربما حجب الرؤية عن حارس المرمى. حجب الرؤية عن حارس المرمى وهو في وضع تسلل. شوف، حجب الرؤية عن حارس المرمى وهو في وضع تسلل. هنا الحالة فقط. هنا الحالة فقط. هل بنيامين حجب الرؤية عن مصطفى طارق وهو في وضع تسلل؟ نشوف إعادة، ولاعب في وضع تسلل وحجب الرؤية حارس المرمى. أنا باعتقادي راح يلغى الهدف وحالة تسلل. أنا باعتقادي راح تلغي الإصابة
حالة تسلل، باعتبار أنه هذا اللاعب حجب الرؤية وهو في وضع تسلل عن حارس المرمى. هاي وجهة نظري الشخصية، ربما أكون مخطئ. القرار الأول والأخير للحكم، بس هاي قناعتي. يلا يا حكم، حجب الرؤية واضح، هو في وضع تسلل. يلا احسبها صح يا حكم، انت صاحب القرار الاول والاخير. شوف الكرة اللعبت، اللاعب في وضع تسلل، وبالتالي حجب الرؤية عن حارس المرمى. إذا أخذ به الحكم بهذا الحال ينطي تسلل، إذا ما أخذ بحالة حجب الرؤية راح ينطقه. يلا يا دكتور. ما أظنها صعبة، سهلة والله. على كل حال القرار الأول والأخير لحكم المباراة. شوف حكم المباراة، تسلل واضح، ذيك هي واضح، ذيك هي يا دكتور. هدف ملغي لأن علاء لعبها، لكن اكو لاعب في وضع تسلل حجب الرؤية عن حارس المرمى، هدف ملغي. شوف إذن يبقى التعادل قائم بدون أهداف. كرة ملعوبة طويلة وعالية، بالرأس مقطوع على رمية تماس. احنا توقفنا مع الوقت المحتسب بدل من ضايع. إذن التعادل يتواصل. كرة ملعوبة بالرأس، حسين مطر معروف، تذهب إلى علاء، عيق بوزو يشتتها، علي خلف بالرأس، بنيامين أكرم رحيم، علي خلف، تعود مرة أخرى إلى علي حسين حبيب، معروف يوسف، معروف يلعب كرة طويلة، تذهب الكرة إلى جعفر ناصر وبالراس، برافو أحمد، وكرة ترتد مرة أخرى. بنيامين، جعفر ناصر يحاول يمر، جعفر يلعبها، وسهلة سهلة سهلة للحارس مصطفى طارق. إذا صافرة حكم اللقاء السيد واثق محمد تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بتعادل سلبي ما بين نفط ميسان وضيف النفط. المباراة اللي أكملها النفط منذ الدقيقة 39 ب10 لاعبين بعد طرد وليد كريم. إذن هدف ملغي بداعي التسلل، حظ أوفر للفريقين، التعادل التاسع للنفط والثامن لنفط ميسان. شكرا متابعتكم وإلى لقاء قادم آخر.